على طول التسديده اخويا تخبط في الحائط، ولكن على طول في ايد ادي التسديده، ولكن على طول احمد عبد العال سهله في ايد. وكان غير راضي على اداء فرقته في الجوله السابقه امام الحرس، كان متقدم بهدفين والحرس اتعادل 2-2. ودي محاوله هنا النادي المصري، مش ممكن على طول داوود دخل وقطع هنا على طول من عاصم صلاح. ادي داوودة، وادي مهاره داوودة، لعيب مهاري. عدى داوودة نفس ستايل مؤمن زكريا على فكره، وحاطط الكوره، ولكن على طول مش ممكن فرصه تضيع. كان شهاده النديه والاثاره. ودي محاوله هنا لايمانويل، ولكن الاستلام بين ويلسون وايمانويل. حتى الان ايمانويل خطف الكوره وعدى هنا الاستلام بقى الليبرو في اللقطه اللي فاتت محمد عواد. ادي ضغط هنا من فريق الرجاء، ودي الكره العرضيه، ودي المحاوله، ولكن مدي حكم اللقاء ضربه حره. ضغط هنا من الجبهه اليسرى للنادي المصري، ودي الكره العرضيه منتهى الخطوره، تعدي 5 دقائق محاوله لامتلاك منطقه وسط الملعب لفريق الرجاء. هنا حكم اللقاء مدي ضرب قدام فؤاد. وادي اللقطه الدفعه، هل فيها ولا ما فيهاش؟ طبعا بنعيش تملي الحالات التحكيميه مع حكمنا الدولي والمواجهات. ودي كوره جوه جول من ركله جزاء، حاططها على طول في مرمى محمد عواد. والله محمد كان رايح لها محمد عواد، ولكن قويه كوره حاططها في اتلعبت الكوره العرضيه على حدود المنطقه، ممكن هنا جوه جول لمحمد اشرف. ادي الكوره دربكه وخطا، استلام ولا اجمل، على طول حاططها على طول محمد اشرف. ادي اللمسه وادي الاستلام رائع جدا، منتهى الثبات والثقه من محمد اشرف في منطقه من اخطر المناطق، هي منطقه الدقيقتين. وادي انذار على ويلسون في اللقطه اللي فاتت. هم كانوا بيطالبوا الجهاز الفني للنادي المصري بالتدخل هنا في اللقطه اللي فاتت. هنا ادى الانذار على ويلسون. هتشوف ويلسون زي محمد معروف وبسيوني، نتمنى لهم التوفيق. حكم اللقاء